بيشرفني ان يكون معايا الاعلامي الكبير القدير الغني عن التعريف اسامه منير. ازيك يا استاذ اسامه؟ اهلا بيكي. اهلا. اخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله تمام. منور مهرجان القنوات الفضائيه. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. كنت عايز اسال حضرتك، مهرجان القنوات الفضائيه شايفه بيمثل ايه بالنسبه للاعلاميين والممثلين والفنانين؟ بصي، هو واجهه مشرفه جدا ومهرجان جميل جدا. انا النهارده في منتهى السعاده بصراحه بتكريمي النهارده، وحاسس ان زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى بيكافئني والمكافاه دي هي حب الناس اللي خلتني اجي النهارده مهرجان واتكرم. فانا يوم من اسعد الايام اللي بتمر عليا في حياتي ان اتكرم. والنهارده مهرجان مش مهرجان صغير، مهرجان محترم جدا، ونجوم مصر كلهم كانوا موجودين. وبجد يعني انا من خلالك اشكر اداره المهرجان. وانا عايزه كلمه حضرتك تقولها لاحمد علي رئيس المهرجان. اقول له بس احمد اعلامي جميل جدا، وعايز اقول له استمر، وبسبب الناس اللي زيك يا احمد بتجمع الفنانين ويبقى عندهم روح وليهم نفس ان هم يشتغلوا تاني، والاعلاميين ويبقوا عايزين ينتجوا اكتر ويعملوا اعمال اكتر واكبر. فانا بشكره جدا على المجهود ده، ويا رب دايما كل سنه كده من نجاح لنجاح. يا رب، وحضرتك كمان كل سنه من نجاح لنجاح. وعايزه بقى اعرف حضرتك هتعمل لنا ايه جديد الفتره الجايه؟ بصي، في افكار لحاجات ربما ما تكونش برامج، فبس يعني خلينا نشوف اللي هيحصل قبل. ربما تكون ايه؟ ماليش دعوه، عايزه اعرف. ربما تكون ربما بقى. ربنا يسهل، ربنا يدبر. يعني في خطه للتمثيل في الفتره القادمه؟ والله انا جالي كذا حاجه لحد دلوقتي، بس بفكر علشان اختار صح، لان انا مش خبير قوي، فالاختيار لو ما كانش بعقل قوي ممكن يبقى مش كويس. عشان كده بقى واخد الامور بحرص قوي. طيب ليه حضرتك لحد دلوقتي المذيع الوحيد والمتميز في البرنامج، الناس اللي بتحب تتكلم عن قصص الحب؟ اشمعنى حضرتك؟ يعني حضرتك حالة منفردة ما فيش زيها. والله مش هقدر اقول لك، ده ربنا سبحانه وتعالى لما يحب يدي لحد حاجه يديله صرفيه يعني. فهو ربنا اداني هنا وجت فجأة، وبقى لها 14 سنة مستمرة. يعني بشكر ربنا عليها، وبتمنى انها تستمر شوية كمان. انا بتمنى ان حضرتك دايما نشوفك كل سنة في مهرجان القنوات الفضائية، ومن نجاح لنجاح يا رب، ومن تقدم لتقدم، وانا من معجبين حضرتك. ربنا يخليكي وبشكرك، وانتي إعلامية ومذيعة جميلة، وبتمنى لك يا رب كل التوفيق، وللمهرجان كل التوفيق، وبقول مبروك لكل زمايلي اللي كرموا النهارده. ميرسي جدا يا استاذ اسامه. ميرسي ليكي خالص، ميرسي.